السلام عليكم الاخوان ديالنا، كي دايرين؟ مزيان بخيرين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المجموعه الثالثه كما كتعرفوا، المجموعه الثالثه فيها الجزائر والبحرين والسودان والعراق. الاخوان ديالنا غادي نمشيو نتعرفوا على هذه المباراه مع الاعلام الجزائري. شنو وقع في المباراه؟ منتخبنا الوطني الجزائري على لاعبي منتخب العراق بعد نهاية مباراة الجزائر والعراق في كأس العرب. بصراحة فضيحة تكتب باسم الجزائر، خاصة المغرب. يعني اللاعبين بصراحة اللاعبين هذوما يعجبوني، سيتي رولا في المستوى. الماروكاوي يا رب العالمين هربوا عليك، تقول جاز عليك بالميك، لا مازال نتكلم تيك 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 تيك. يا بركات، ما كانش لاوي، ما كان حتى واحد اللي يقول ستوب ستوب، راكو تقتلوا في الشباب تاعنا، ستوب ما كانش اللي يقولها، ما كانش. شكون اللي يقول؟ ما كانش، ما شفنا حتى واحد. ممكن دوك اللاعبين. الله اكبر، الجزائر تضرب العراق، فريق قوي. ضربات الجزائر على عندنا فوز منتخب الجزائر على المنتخب العراقي المتأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم، والجزائر تفوز 2-0 بالرديف. أداء مقنع للمنتخب الجزائري، ولكن اخوان، بعد ما شاهدنا الاعلام الجزائري شنو كيقول على هذه المقابله ديال العراق والجزائر، وكذلك المقابله ديال البحرين والسودان اللي كنا كنتوقعوا فيها السودان دير شي رده فعل او تاهل السودان بشي مفاجاه كبيره، ولكن للاسف الشديد البحرين كتخرج من باب واسع وكتخرج بثلاثه ديال النقاط، والسودان كتكتفي عن نقطه واحده. نتمنى ان شاء الله في الادوار المقبله نشوفوا الاهداف والاشتباك والمباريات زوينه. المهم حنا خصنا غير المقابلات يكونوا مزيانين كما شفنا بعض المقابلات اللي دازوا في هذا دور المجموعات. الاخوان ديالنا، نتمنى يعجبكم الفيديو. السلام عليكم، تلقاو في ربع النهائي.